السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا النهاردة نعمل مع بعض البسكوت الجامد ده. بسكوت سهل جدا جدا جدا، زي ما عملت معاكم قبل كده كذا بسكوت على القناة. بس المرة دي البسكوت مختلف جدا وسهل جدا. بصوا يعني ببيضة واحدة هنعمل شوية البسكوت الجمال دول بأي حشوة بقى انت عايزاها. طبعا انا حاشياه مربى. طبعا عايزه تحشيه شوكليت براحتك، تحشيه مربى براحتك. بصوا ممكن تاكليه ساده كده حلو قوي قوي مع كوبايه نسكافيه او كوبايه قهوه الصبح. حكايه 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 بجد. من حاجات بسيطه، من مكونات بسيطه كلها من قلب البيت باذن الله. هنعمل شويه البسكوت دول. كملي معايا بس الفيديو هيعجبك قوي، وتطلعي منه بمعلومه مفيده حلوه قوي، حلوه 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 بجد يعني. من خفيه البسكوت ده انا عماله اشكر لكم فيه عشان يبقى عندك حافز ان انت تكملي معايا الفيديو. كملي معايا الفيديو بس ما تنسيش الاشتراك. طبعا بدايه كده انا معايا بوله اهي. هنزل ببضايه. بصوا بضايه واحده. طبعا معايا كوبايه من السكر البودر. هضرب البضايه في السكر البودر. انا بفضل ان انا اعمل سكر بودر عشان على طول يبقى معايا ما يبقاش السكر يدوب معايا بسرعه. ضربت البضايه والسكر البودر. هنزل بكوبايه من السمنه. بصوا يا جماعه، دي الزبده اللي انا عملتها معاكم من قيمه كام يوم، جميله جدا جدا وكان طعمها حلو قوي في البسكوت. ومعايا رشه من الفانيليا، هو كيس فانيليا، كيس من الباكت ده. قلبتهم كويس جدا اهو. لحد دلوقتي كده المقادير مظبوطه معايا، والمقادير سهله جدا سهله جدا يا جماعه، مياخدش اي وقت، وحلو قوي وخفيف يعني. طبعا هنزل بقى بالدقيق بعد ما ضربت كده السكر والبيض والفانيليا. هنزل بكوبايتين من الدقيق ورشه برضو من الفانيليا تاني. عايزه تحطي الكيسين او المعلقه. انا يعتبر ان انا قسمت نص المعلقه الفانيليا في الاول وادي النص اهو. حطيت كيسين يعني كوبايتين من الدقيق. اضربهم برضو كويسه كده. طبعا انا هشيل المضرب بلمهم بايدي. البسكوت ما بيتعجنش، انت بس مجرد ان انت بتلمي بس. طبعا نزلت بنص كوبايه من النشا عشان الم بقى ايه العجين ده كله. الم الدقيق ده كله بالسمنه كده، هلمه بايدي. عشان خاطر ايه؟ البسكوت ما بيتبسش او ما بيتعجنش بمعنى اصح. مجرد ان انت بس بتلميه. كوبايه النشا نص كوبايه النشا اسفه بتخلي العجينه معاكي، بتخلي البسكوت معاكي طعمه جميل جدا. انا عملت قبل كده معاكم كتير البسكوت بالنشا، كان حلو قوي. وبرضو بسكوتات العيد وكده. طبعا انا بصوا انا هشكله بطريقه سهله جدا. انا بعد ما لميت كده العجين زي ما انتوا شفتوا، هكوره بقى الكور. طبعا وجيت بالشوكه كده بحرف الشوكه الحراف وبصبعي بالنص. عملت زي بصمه كده من النص، بحيث لما يجي يستوي احشي الدايره اللي في النص او التحويطه اللي في النص دي. هتحشيها بقى زي ما تحشيه، عايزه تسيبيه ساده كده حلو برضو. هعمل معاكم كذا واحده عشان تشوفوا ان ما شافتش في الاول تشوفها تاني. الطريقه سهله جدا. بصوا بالشوكه كده من الحراف كشكل بس. انت بقى عايزه تزيني باي شكل براحتك، بس انا يعني الشكل ده شكله حلو قوي. وحلو التحفيره اللي في النص من نص الدايره دي حلوه قوي، بحيث ان انت تحشيها اي حاجه. اهي ادي واحده كمان اهي. وضغطه كده بصبعك كده من النص. طبعا اعملي على حجم، بصوا اقل من حجم الكعكيه كده، بحيث ان كوبايه النشا وكده كده مش هيفرش باذن الله، هيفضل على حجمه. بس هيفرش بس. يعني ايه، العجينه بس هتزيد بس سنه. بس مش هيفرش يعني ايه البسكوته هتبقى كبيره، لا البسكوته هتتضاعف سنه بسيطه. هو ده اللي انا عايزاه. يعني بقول لك ان انتي ما تكبريش، واعملي مسافه ما بين كل واحده وواحده وانتي بترصي في الايه في الصاج او الصينيه او الحاجه اللي انتي هتدخلها الفرن. طبعا انا هحط البسكوت ده على الشبكه في النص على نار متوسطه. مش هعلي النار قوي ولا هوطيها قوي. بصوا ما بياخدش 10 دقايق في قلب الفرن وبطلعه. طبعا انا الفرن عندي عشان انا عندي الفرن واطي،
بولع من تحت. اول ما بحس بعد 8 دقايق كده او 9 دقايق احس ان البسكوت من تحت لونه احمر، بروح فاتحه الشوايه من فوق ياخد ايه لون. طبعا هدخله بقى الفرن كده على الشبكه اهو زي ما انتم شايفينه مولعه من تحت. وبعد كده اول ما احس ان هو احمر هطفي من تحت وافتح الشبكه منين، افتح الشوايه من فوق ياخد لون. بصوا سهل جدا وتسويته سهله كده. خلاص هو كده استوى معايا وطلعته. طبعا انا سرعت الفيديو وما خدش والله اي وقت معايا. طبعا انا حاطه مربى في الكيس اهو، كيس بصوا من بتاع الفريزر. طريقته سهله جدا وخفيف جدا وفي ثواني ممكن تعمليه. وحطيت بقى حشوه مربى كده، عايزه تحطي نوتيلا حطي، عايزه تحطي اي شوكليت عندك حطي، سهل جدا وما بياخدش اي وقت. وتفرحي بيه ولادك وبيتك يبقى مليان برضو. يا والله انا يعني بسجل تاني يوم كنت عاملاه دخل عليا ضيوف والله، وانا لسه مطلعه بعد ما صورت. ما شاء الله عجبهم. وفي ناس كلت منه والله كتير يعني، مع انهم هم حبة صغيرين بس ربنا بيحط البركة. طبعا ده الفيديو بتاع البسكوت النهارده. اتمنى ان هو يكون عجبكم، واكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. فيديو سهل جدا ما خدش اي وقت. واتمنى ان انتي تقومي تجربيهم، قومي جربي كوبايتين دي وبضايه. عملنا شويه البسكوت الحلوين دول. اتمنى ان انتي تعمليهم بالطريقه دي، مش هتخسري والله. جربي كده حتى لو انتي ما عندكيش حافز او ما عندكيش شجاعه ان انتي تقومي، جربي مره هتلاقي نفسك اتشجعتي ان انتي تقومي تعملي. كلنا بنستفاد من بعضينا. شوية بسكوت حلوين هينفعوكي فطار، هينفعوكي ممكن عشاء، ممكن تعمليهم من غير مربى ومن غير شوكليت. يبقوا سادة كده حلوين قوي. كده الفيديو انتهى. اتمنى ان انتوا تدعموني بقى باللايك والشير والسبسكرايب، واللي ما دخلش يشترك يدخل يشترك. كده الفيديو انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.